لو كنت استنيتها تبرد عشان اصورها لكم ما كنتش هلاقيها فيها حاجه، كنت هلاقيها بالشكل ده. بس الحمد لله لحقت اصور لكم حته وهي بارده. بصوا شكلها عامل ازاي لما شربت الشربات بتاعها كله، خطيره. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. اول حاجه هنحضر الشربات بتاعنا. بصوا، كوبايتين سكر على كوبايتين ميه على عصير نص ليمونه. دي لو انت عايزاه الشربات بتاعها حلو كده وكتير. لو عايزاه قليل شويه يعني معاكي من كوبايه سكر وكوبايه ميه، او كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، براحتك. انا بحبه كتير، فعندي يعني الولاد بيحبوه كتير، فعملت 2 سكر و2 ميه واديته كده تقليبه وحطيته على النار. هسيبه 7 دقايق بس يا بنات، وهطفي عليه، انا عايزاه خفيف. هنا بقى نحضر بقى الخليط بتاعنا. نزلت ب4 بيضات وعليهم باكوين من الفانيليا وعليهم كوبايه سكر. اضرب بقى فيهم شويه حلوين كده لغايه ما حجمهم يتضاعف ويبقى لونهم ابيض كريمي كده بالشكل ده. انزل بقى عليهم بكوبايه زبادي، وكله بدرجه حراره الغرفه، يعني البيض والزبادي كله بيبقى بدرجه الحراره بتاعه المطبخ، ما يكونش في التلاجة. اضرب الزبادي كويس وانزل بقى بكوبايه من الزيت تدريجيا. حابه تحطي زيت على سمنه براحتك، انا حطيت كوبايه من الزيت تدريجيا، بس اهم حاجه الزيت يكون نوع كويس. اضربه كويس جدا برضو، وانزل بعصير نص ليمونه. بس كده، ده بقى الخليط السائل بتاعنا خلاص خلص. هنزل بقى عليهم بكوبايه من السميد، وهنا بقى المقطع ده راح مني. كوبايه من الدقيق، وعليهم باكو من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من جوز الهند. بس كده، مش هعمل اي خطوه تاني. هضربهم بقى كويس جدا بس بالمضرب اليدوي. خطوة المضرب الكهربي خلاص خلصت، احنا بقى نشتغل كده بالراحة باليدوي، ويا دوبك نحس ان كله اتمزج كده مع بعض كويس وخلاص. او بالشكل ده. بصوا، انا كده السمك بتاعه حلو قوي. هجيب بقى صينية، بس يا بنات الصينية اللي انا جبتها ديت مقاسها اكبر شوية، دي مقاس 30، انتي اعملي 28. انا ما كانش عندي 28 فاستخدمت ال 30. بس كده بطنتها برشة زيت وعليهم رشة دقيق كده، وبطنتها كويس، ونزلت بالخليط بتاعي وابتدي بقى اخبطه كده عشان اطلع كل الهواء اللي جواه. واي بقى بص بعصايه الشيش كده، ونبتدي ايه نحاول نطلع الهواء بالشكل ده. وانا شغاله كده كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180، فطبعا الفرن سخنه. دخلتها على الرف اللي في النص على الشبكه، هتاخد معانا من 40 ل 45 دقيقه. انا خدت معايا 40 دقيقه يا بنات. طلعتها بقى بالشكل القمر ده. سبتها تهدى بس شوية، وهنا الشربات برضو دافي، نزلت بيه كله. انا هنا الولاد عندي بيحبوه الشربات بتاعها زيادة شوية، وهي هتشربه، يعني هي هتقعد شوية مجرد ما بتبرد بتشربه. بس انا صورتها لكم على طول، فكانت ايه لسه ما شربتش الشربات بتاعها قوي، بس طعمها خطير. ما تعرفيش بقى دي كيكة رواني ولا باباز ولا بسبوسة، حاجة كده خطيرة. طعمها حلو جدا يا بنات. شايفين الجمال؟ خطيرة وهشة من جوه. بصوا ومسقية كده، لا خطيرة يا بنات. بصوا الجمال. هفتحها لكم كده واوريكم بقى شكلها من جوه عامل ازاي. تحفة بجد. دي من الكيكات اللي لو عملتها كل يوم مش هزهق منها. اعملوها هتعجبكم وهتعجب ولادكم جدا. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.